هلو عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. بجد حاسه ان انا غايبه عنكم بقالي كتير، واتمنى ان انا انزل الفيديو دوت بدري يعني، بس يعني سامعين صوت العصافير الساعه 6 الصبح، يعني مش 6، هو انا بصور من قبلها، بس تمام يعني 6 دلوقتي حلو. ما علينا. انا مطبقه من امبارح عشان اخلص شغل، وقلت لازم اصور لكم فيديو لتفصيل العبايه القمر ديت. هحط لكم صور ليها وفيديوهات علشان تتخيلوا الجمال بتاعها. يمكن دلوقتي الفيديو هنا ظالمها علشان الاضاءه وهكذا، لكن لما صورت بيها بره خطيره خطيره خطيره. المهم، هنعملها بطريقه سهله جدا جدا جدا، حتى لو مش بتعرفي تفصلي فهو حرفيا احنا هنرسم على القماش بدون باترون بدون اي حاجه. الموضوع هيكون بسيط باذن الله، فاتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. مبدئيا كميه القماش المستخدمه لهذا الموديل 3 متر. لو انتي قصيره زي حالاتي ممكن تجيبي 3 متر الا ربع. تمام، بس انا بالنسبه لي 3 متر كان كويس قوي وما هطرش معايا في القماش مع اني قصيره، بس كان تمام يعني. المهم، تجيبي مثلا 3 متر قماش، تمام، في عرض متر ونص. الخامات اللي ممكن تستخدميها للعبايه دي في كذا خامه، بس انا حاليا بستخدم الاس بي اتش اللي هي الخامه دي. تمام، هي حلوه جدا 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 وقيمه في اللبس، انتوا مش متخيلين شكلها. ولكن عيبها الوحيد ان هي بتتكسر. يعني انا يوم ما نزلت اصور الفيديو ده، يوم ما نزلت اصور الفيديوهات اللي انا حطيتها عندكم هنا، حرفيا العبايه اتمرمطت معايا. بجد اتمرمطت من التصوير، بتتكرمش بطريقه مش طبيعيه، وانا شخص ما بيحبش الكوي. ففي الحالات دي هنلجا لمين؟ خاماتنا العزيزه اللي احنا على طول بنفصل بيها تلات ارباع كل حاجه في حياتنا، السي واي، لانها زي ما انتم عارفين فيها نغمشه كده شويه. وهوريكم برضك الفيديوهات بتاعتها والصور بتاعتها، انا عاملاها بالخامه دي والخامه دي، وانتي جربي الخامات وشوفي الخامه اللي انتي هتعجبك ايه هي. المهم يكون عرض القماش متر ونص، والطول بتاع القماش 3 متر، وبس كده، بدون دخول في تفاصيل اكتر من كده. يلا بينا على الفيديو. طيب مبدئيا هحاول اشرح لكم على ورقه علشان يكون الشرح واضح. تمام، انا معايا دلوقتي اهو 3 متر اللي انا شارياهم من الراجل، وعرض القماش متر ونص. تمام، بجيب ال3 متر دول وبتنيهم على 2، بحيث ان دلوقتي بقى عندي هنا متر ونص وهنا متر ونص. تمام، بقى عندي الناحيه دي مقفوله وثلاث نواحي مفتوحين، فهاجي اطبق المتر ونص المقفولين على 2. تمام، بالشكل ده، بحيث ان بقى معايا هنا اهو دوت 75 سنتي ودوت متر ونص. تمام، والقماش معايا كده 4 طبقات. حلو، اتمنى تكون الصورة وضحت وهيبان اكتر لما نشرح على القماش. كده اهي العباية معانا. تمام، البورسل دوت بيكون ال3 متر بتوعي، 3 متر بتوعي بتنيهم على 2. تمام، بس بشتغل على وش القماش مش على ظهر القماش. بعرف منين وش القماش من ظهر القماش؟ بتلاقوا الحته دي كده، بصوا وتحسوا ان الدبابيس طالعه من هنا كده، يعني داخله من هنا وطالعه من هنا، ده الظهر بتاع القماش، فاحنا هنشتغل على الوش. فهنجيب البورسل ده كده ونتنيه على 2. تمام، اهو كده بسم الله، وهنتنيه على 2، بحيث ان ال3 متر يكونوا معانا متر ونص. وامسك بقى من هنا من الحته المقفوله دي واتنيها على 2 كمان. اهو كده، وتنيتها على 2. حلو، بقى عندي كده القماشة مربعة زي ما انا شرحت لكم على الورق بالظبط. بصوا اهي بقت كده التانية بتاعتها، هي ارخم حاجة حرفيا في العباية دي التانية بتاعتها وانتي بتطبقيها. المهم، انا كده اهو تنيتها كده على 4 زي ما احنا قلنا، طبقتين من هنا مقفولين ومن هنا مقفولين، واللي من تحت دول طبقتين مفتوحين. تمام تمام، زي ما احنا قلنا بالظبط. وهاجي من عند المزورة كده، من عند الطبقة اللي هي المقفولة دي، هنزل 2 سنتي، يعني اجي كده عند ال2 سنتي واعمل شرطة فتحة الرقبة العادية خالص اللي انا عملتها لكم في كذا فيديو قبل كده. هنزل 2 سنتي وبعد كده هنزل 9 سنتي. تمام، عند 9 سنتي احط نقطة، وعند ال2 سنتي احط نقطة، معلش عند ال9 مش عند ال6 عشان شايفاه متشقلب. المهم عند ال9 سنتي احط نقطة، وعند ال2 سنتي احط نقطة، ونفس النظام من هنا عند ال9 سنتي هحط نقطة. ممكن تعمليها 8 على حسب ما انت عايزة. هوصل دي كده بدي بكيرف كده شويه. عملت لكم بردك الحركه دي قبل كده، فالموضوع يعني ايه، لو حد متابع هيبقى الموضوع بالنسبه له سهل.
وهوصل نقطة 9 بالتسعة. حلو كده، خلاص ده كده حردة الرقبة. يبقى كده الشغل فوق كله خلص. زيادة تأكيد برضك على الورق لو حد ما كانش أخد باله من النقطة اللي فاتت دي، أنا دلوقتي أهو عندي 4 طبقات مقفولين، وهنا 4 مقفولين، وهنا 4 مفتوحين و4 مفتوحين. تمام. جينا من عند الطبقات المقفولين دول اللي هي من فوق كده مقفولة ومن هنا مقفولة، هنزل 2 سنتي، دي كده 2 سنتي وأحط نقطة، وأنزل 9 سنتي أو 8 سنتي وأحط نقطة، وهنا كده هقيس 8 سنتي أو 9 سنتي برضك نفس النظام، وهوصل النقطة دي بالنقطة دي كده. تمام. وهوصل نفس النظام النقطة دي بالنقطة دي. تمام. بس كده اهو، دي بدي ودي بدي، وكده بقى عندي اهو دي حردة الرقبة. طيب الخطوة الجاية بقى هنعمل فيها ايه؟ هوريها لكم هنا الاول علشان تكونوا فاهمين. هنزل من هنا 25 سنتي واحط نقطة من فوق كده لحد هنا من الحتة يعني هي تعتبر مفتوحة بس هي مقفولة من فوق يعني قصدي، ومن هنا الأربعة مفتوحين. تمام. هنزل كده 25 سنتي واحط نقطة، وأدخل من هنا لهنا 20 سنتي. تمام. وأعمل شرطة كده، وأقيس على طول العباية، وهقيس كل دوت كده 20 سنتي، يعني هقيس من هنا كده أحط المازورة وأقيس 20 سنتي وأحط نقطة، وأقيس 20 سنتي وأحط نقطة، وأقيس 20 سنتي وأحط نقطة، وهكذا لحد ما يبقى معايا خط كده وهو أوصله ببعض. طبعا التوصيل دلوقتي أي كلام بس تمام. تمام تمام. وبعد كده اطلع من هنا كده مقدار مثلا 20 سنتي 25 سنتي واحط نقطة. تمام. واوصل بقى من الحرف، يا جماعة ما توصلوش من هنا، هتوصلوا من الحرف كده بكيرف كده كده كده. تمام. وشوفي بقى ايه الطول اللي انت عايزاه من العباية، هتقيسي مثلا من اول النقطة بتاعت الكتف دي لحد النهاية، تشوفي انت عايزة الطول قد ايه وتحطي نقطة. مثلا انت عايزة لحد هنا، فهتوصلي بقى ايه الكيرف ده كده بالنقطة اللي انت عايزاها. تمام كده. تمام. هوريكم برضك دوت على القماش هيكون عامل ازاي، ونبدأ ان احنا نقص. وطبعا الحتة دي كده بتتقص، بس طبعا الحتة دي ما بتتقصش، الحتة دي بنعمل فيها ايه؟ ان احنا بنخيطها. دلوقتي بقى هاجي من عند الاربع طبقات اللي هم المفتوحين دول كده. تمام. دول كده هم مفتوحين، وانزل. تمام. مش من عند الناحية المقفولة، الناحية المقفولة عملنا من عندها الرقبة. من هنا هنزل 25 سنتي واحط نقطة كده، وبعد كده ادخل من عند النقطة دي ادخل 20 سنتي. تمام كده. واحط شرطة كده. تمام. اعملها كده. حلو. واكرر نفس الموضوع دوت على باقي القماش، يعني اهو مثلا هاجي عند الحتة دي كده وهدخل نفس النظام 20 سنتي واحط شرطة، ونفس النظام لحد نهاية العباية كده اهو، واحط 20 سنتي احط نقطة او شرطة، احدد كده. وليه بشتغل على وش القماش يا جماعة مش ظهره؟ علشان الخط ده بيتخيط من بره، يعني بتبقى فيها خط خياطة من بره. تمام كده اهو 20 سنتي، وبعد كده اوصل كل دول ببعض لحد نهاية العباية خالص. تمام. اهي المسطرة كده، واوصل الخط ده واتأكد ان هو مظبوط معايا علشان ده خط الخياطة اللي هيكون في العباية. لحد اخر العباية معايا. حلو حلو كده خلصنا خطوة مهمة. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنشتغل بقى على الديل بتاع الفراشة. هاجي كده اقيس من النقطة بتاعة الكتف، يعني من النقطة دي كده هقيس انا عايزة قد ايه بالظبط طول العباية. تمام. في الغالب بيكون مثلا 140 145، الا لو حد عايز العباية تكون اطول كده اهو. تمام. مظبوط. بس المزورة كده، واشوف مثلا انا عايزاها لحد فين. انا مثلا عايزاها زي ما قلت لحد مثلا 140 سنتي. تمام. واحدد كده دي الحته اللي انا عايزاها منها، احدد كده شرطات، وبعد كده
ابدا ان انا اتمنى يكون واضح. تمام. هبدا ان انا اوصل بقى ده كده بخط، يعني بكيرف كده زي ما انا وريتكم في في الورقه. تمام. هبدا ان انا اوصل كل ده ببعضه بكيرف. تمام اهو كده. اوصله كده. حاول بس اخلي الخط مظبوط معايا. قلنا هنطلع من هنا لهنا كده ب20 سنتي. انا عن نفسي عشان متعوده اعمل العبايه كتير فبطلعها بالوايم عادي. تمام. وهوصل من هنا كده واوصلهم ببعض كده. كده الكيرف بتاعي اهو. وابدا ان انا بس اظبطه عشان هو يديني طول العبايه مظبوط. اظبطها كمان شويه من هنا كده زي ما ايدك بقى ايه تجيب. المفروض ان انتي هتعرفي تظبطيها كده. الكيرف ده عايزه توصليها بمسطره تمام، بس انا عن نفسي زي ما قلت لكم متعوده اني اعملها، فالموضوع بالنسبه لي بسيط يعني ان شاء الله. تمام. الكيرف اكتر وهكذا. ودي اظبطي الكيرف بتاعها لحد لما تلاقي ان خلاص كده المنظر بقى تمام بالنسبه لك. تمام. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنقص. شايفين هي بقت بشكل دائري كده ازاي؟ هنبدا ان احنا نقص من الاول هنا كده لحد الاخر. هنقص بس الخط بتاع البورصل ده. تمام. بس نحاول ان احنا نثبت الاول العبايه بدبوس علشان القماشه دي بتتزحلق بطريقه مش طبيعيه، فنحاول نثبتها الاول بدبوس. تمام. هنثبت كده الطرف ده بدبوس اهو. نظبطها تاني. وهثبت الاتنين مع بعض بدبوس دلوقتي لحد لما اقصهم واظبطهم. تمام. عشان هي بجد بتتزحلق جدا. وبعد كده بقى ايه؟ ابدا ان انا اقص العبايه. تمام. واشيل بقى ايه الزيادات دي كلها كده، اشيلها على جنب واقص باقي الكيرف بتاعي. تمام. دي كده زياده انا مش عايزاها اهي، بقت كده ده شكل العبايه بتاعتي. ممكن برضك اسويها كده من الجنب حاجه بسيطه علشان الكيرف يكون الحردة تكون مظبوطه بالظبط يعني. الكيرف ده بس عايزه اسويه شويه عشان هو يبقى كده. بس كده كده بالنسبه لي تمام جدا. كده كده بقى كل الاطراف دي هتتسرفل وتتظبط، تتسرفل وتتنى. تمام. دلوقتي بقى هقص الرقبه الخلفيه الاول. يعني كده هبدا ان انا اقص الرقبه الخلفيه. تمام. كده قصيت الرقبه الخلفيه. اخر خطوه او اخر يعتبر خطوتين هعمل ايه بقى؟ هجيب يعني هفرق الامام عن الخلف علشان ارسم الخط ده في الناحيه التانية كمان. هتني ده كده لوحده على جنب. تمام. وانزل من هنا مقدار 25 سنتي واعمل شرطه، وبعد كده ادخل من هنا كده 20 سنتي. تمام. او ممكن ادخل 19 لاني قصيت البورصه اوريدي. تمام. ادخل كده اهو
19 سنتي مثلا، واعمل شرطة، لان البورصة ده كان مثلا ايه 1 سنتي كده، اعمل شرطة كده، وبعد كده اثبت بس الحتة دي بدبوس الاول واكمل شغل. بثبتها بدبوس عشان يبقى مفروق الامام عن الخلف، ولما نيجي نخيطها تكون مظبوطة. هندخل 19 سنتي ونعمل شرطة ونوصلهم ببعض كده، عايز توصليهم بايدك مفيش مشكلة لو انت هتعرفي تظبطي ايدك. تمام، نفس النظام من هنا، نفس 19 سنتي، او هيبدأ يقصر معانا شوية لان احنا اوريدي قاصين بكيرف كده، فهنبدأ ان احنا نظبطها كده. تمام اهو كده الخط يكون مظبوط خالص. يعني بصوا هنمسك كده العباية من هنا، نشوف الخط بتاع الخياطة دوت او الخط اللي احنا عاملينه ده فين، ونعمل اخوه بالظبط هنا. خلاص احنا كده عرفنا ان احنا هنخطط لحد النقطة دي. تمام، فاحنا بقى نبدأ ان احنا نقيس كده مثلا 18 سنتي بتوعنا او 19 سنتي. 19 دوت كان فوق، لكن من تحت بيبدأ ان هو يقل شوية علشان زي ما قلت لكم احنا عاملين كده اهو كده. انا بقيس، للأسف الكاميرا فصلت فتمام. مهم، هنبدأ ان احنا دلوقتي نعمل الحردة بتاعة الرقبة الأمامية. بصوا هحاول اقرب لكم كده علشان تكونوا شايفين هتتعمل ازاي. احنا بس هنقصها يعني، هو مش حوار يعني. بسم الله، هنفرق القلم عن الخلف كده. تمام، بحيث ان احنا نظبطها كده، نظبطها بحيث ان الكيرف ده يكون عند الكيرف ده، الرقبة الخلفية تكون مظبوطة والرقبة الأمامية تكون مظبوطة. تمام كده مظبوطة بالنسبة لي، وهبدأ ان انا اقص الرقبة الأمامية لوحدها. تمام، بس كده اهو كده قصيت الرقبة الأمامية. كده يعتبر العباية معايا خلصت اهي، فاضل بس التقفيل. وهتتقفل ازاي بقى؟ هتتقفل زي ما قلت لكم، خط خياطة من الجنب هنا عند الخط اللي احنا محددينه ده اهي كده، خط خياطة من الجنب هنا عند الخط اللي احنا محددينه من هنا اهو، الخط ده كده. تمام، هيتخيط. والخط ده كده من هنا بردك نفس النظام، من اليمين ومن الشمال هيتخيط على وش القماش مش على ظهره. تمام، ومن الحروف اللي هي من عند الدراع هتتسرفل وهتتنى تانية، يعني داير ما يدور بقى كده بدوران العباية. هوريكم بردك على الورق هيكون عامل ازاي، وهوريكم بردك العباية اللي انا عاملاها عشان تكونوا فاهمين التقفيل هيكون عامل ازاي بردك. زي ما قلت لكم كده، هي حرفيا هتتقفل خطين من الجنب، وهتتقفل الرقبة بتاعتها وتتنى داير ما يدور الدوراية بتاعتها كلها. تمام، فاضل لي حاجه واحده بس هعملها، اللي هو شريط البيه، وانا كنت عامله لكم فيديو عنه قبل كده. فالموضوع بسيط يعني، هو احنا هنقص شريط كده يتقفل بيه الرقبه، نفنش بيه الرقبه وبس كده. هوريكم برضه قصة شريط البيه بالمرة علشان تكونوا مجمعين معايا بتتقص ازاي، بغض النظر عن كمية الفتل اللي في الأرض، بس عشان أنا بقص على الأرض. أنا جبت كده حتة من البواقي اللي أنا قصيتها من العباية، من الديل بتاع العباية. تمام، هجيبها كده وأتنيها كده على 2. تمام، وأبدأ إن أنا أسويها. هقص كده حتة كده دلوقتي بالوايم، أسوي بس الحتة اللي أنا مش عايزاها الكبيرة دي، مش عايزة كل ده، دي كده أنا مش عايزاها. وهتنيها كمان مرة، هقص شريط البورسون ده هقصه. تمام، عشان برضك نفس النظام انا مش محتاجاه. تمام، واسويها مرة كمان، بحاول ان انا اسويها بحيث ان هي مثلا تكون 3 صوابع مثلا، فاهمين كده؟ ان انا اسويها كده. القماشة دي رخمة في كل حاجة، بس هي بصراحة بتكون وهم في اللبس. هي رخمة في القص بس بتكون رهيبة في اللبس، وهتزودكوا شوية في التقفيل، الا بقى لو جيتي ثبتي العباية بطولها بدبابيس كده. ده كده كله انا مش عايزاه. ده بالنسبة لي بقى شريط البيه ده كده، الخط ده كده. تمام، وكنت مورياكم برضك في فيديو قبل كده بيتقفل ازاي. مرحبا، كلاكيت تاني مرة. بصوا انا قلت البس لكم العباية، واصلا يعني باين على وشي ان انا ميتة اساسا. الساعة بالظبط 6. تمام، واحنا في رمضان، وانا مش شخص مورنينج بيرسون حاليا في رمضان. انا بس صاحيه كده علشان مطبقه، علشان كان ورايا اوردرات. فانا عملت 4 عبايات الحمد لله، يعني 4 عبايات دلوقتي عملتهم.
فاخر عبايه دي عملتها معاكم علشان اوريكم بتتعمل ازاي، بما انها طلبت مني قبل كده، وعلشان ما اغلاش عليكم حاجه يا حبايبي. المهم يعني دي كده العبايه، تمام. دي اللي هي اول واحده اصلا عملتها خالص. ده كده بيكون شكلها، بصوا الوسع، بصوا بقى خط الخياطه اللي كنت بقول لكم عليه بيكون هنا اهو. اهو كده الخط ده بتاع الخياطه من بره، من وش القماش، مش من جوه. وشي متدمر بس تمام. المهم، وبتتسرفل كده من هنا وبتتنى تانية ثانية كده، بتتسرفل وبيتركب كبسولة هنا وكبسولة هنا، بحيث ان هي بصوا لما تفتح كده هي بتكون اصلا اوريدي، يعني هي العباية نفسها بتكون مفتوحة كده، الا خط الخياطة بس الحتة اللي من بره دي بتكون مفتوحة، تمام. وبتتقفل من هنا كده بكباسين، ونفس النظام من الناحية التانية بتقفل بكباسين. والخياطة من تحت داير ما يدور، وارفعها لكم عشان تشوفوا. يعني خط الخياطة دوت بيكون لحد تحت هنا، لحد اخر العباية. وداير ما يدور كده بقى ايه، اللي هي السرفلة العادية والتانية. وبس كده بتكون بهذا الشكل القمر اللي انتوا شفتوه اكيد في اول فيديو لما منزل لكم الفيديو يعني. وحاليا احنا في رمضان، ما اعرفش الفيديو ده هينزل امتى، بس اتمنى ان هو ينزل بدري. وشي مرهق جدا، بس والله العظيم ربنا يعلم ضغط الاوردرات في رمضان عامل ازاي، عشان ده سيزون حرفيا. دعواتكم يا شباب، اتمنى ان انزل لكم الفيديو قريب. انا عايزه اصدمكم، يعني مش عايزه اصدمكم، انا منزله او مصوره فيديو قبل رمضان بيوم لتجهيز الاوضه، الحته اللي ورايا دي ان انا اظبطها بالمنظر ده. عامله الفيديو من اول يوم رمضان، النهارده 17 رمضان، وانا لسه ما انتجتش الفيديو. اللي هو تمام تمام جدا يعني. بس يلا الحمد لله، الحمد لله على التعب. بس كده نكتفي بهذا القدر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو، واكيد اكيد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، علشان انا بنزل لكم حاجات قمر انتوا عارفين، وبديكم اسرار المهنه. بس تمام. ومش عارفه انا بس طرحه سودا ليه، انا مش طايقه نفسي بالطرحه السودا. بس كده هتلاقوا طبعا طريقه تفصيل الخمار الفرنسي، وطريقه تفصيل الجلباب، وكذا طريقه تفصيل عندي على الاكونت هنا او القناه. ف تمام يعني مخليكم بيرفكت. وبس كده ليا على الانستا، اسيب لكم اللينك بتاع الانستا تحت. واكيد عارفين ان انتوا لو مش عايزين تفصلوا العبايه وعايزين تطلبوها من عندي في البراند، فتقدروا تطلبوها من الفيس او الانستا، من بيج الفيس او من بيج الانستا اللي اسمها سماي ستور. هحط لكم السكرين هنا، وهحط لكم اللينك بتاع البراند تحت. تقدروا تطلبوها اي وقت عادي، مش مشكله، حتى لو بعد رمضان. وانا موفرها لكم بخامتين، الخامه اللي هي S3H والخامه الثانيه اللي هي السيور. وبس كده نكتفي بهذا القدر من الرغي النهارده، واتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده. وسلام.